كاميرا ايه الاخبار كان ليها لقاء مع الفنان مصطفى حمزة، اتكلم عن مشاركته في مسرحية حب من طرف حامد. احنا بنعمل مسرحية حب من طرف حامد، تأليف محمد جمال، ومتاخدة عن نص فرنساوي لعبة الحب والمصادفة، إخراج سوى العزبي. أنا دوري في المسرحية يعني احنا المسرحية قايمة على تبادل الأدوار. يعني اللي هيتفرج زي ما انت يعني شفتي كده بيحصل ان انا بعمل دورين في المسرحية. بعمل الدور الأساسي اللي هو مرسي، وبعمل دور حامد في نفس الوقت، عشان يعني في صدفه بتحصل، لازم انا اعمل الشخصيه بتاعت حامد وفي نفس الوقت انا مرسي، يعني بنتبادل في الشخصيات، وهكذا في شخصيات البنات زمايلنا بيتبادلوا الادوار برضو. فمن هنا قايم عليها كوميديا الموقف بتاعت المسرحيه. احنا عملنا بروفات كتير الحمد لله مع سهى، وكان يعني كانت البروفات كانت صعبة شوية، بس الحمد لله في العرض قدرنا ان احنا نحقق لها اللي هي كانت عايزاه مننا. لا هنا ما شاء الله والله، اقبال الجمهور هنا حلو قوي للمسرح، واول مرة في مسرح السامر هنا يتعمل بتيكت تبع هيئة اصول الثقافة. تيكت بسعر رمزي جدا، لو ينفع اقول سعره عادي اقول 42 جنيه، اقل من علبة السجاير. تمام، الناس مقبله جدا والحمد لله الناس مبسوطه قوي، وفي تفاعل، وفي ناس بصراحه جت كذا مره للامانه. دلوقتي انا بحضر، انا بعمل حفله ان شاء الله باذن الله، هعمل حفلات ستاند اب كوميدي خاصه بيا، ان شاء الله كده في مسلسل 8 حلقات باذن الله على منصه ان شاء الله، هيبقى بطوله جماعيه باذن الله ان شاء الله، دوت اللي بحضره باذن الله.